ثم استفادة من العروض المقدمة خلال في إطار برنامج لقاءات التشاورية الإقليمية التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، احتضنت دار الشباب عبد الكريم الخطابي بالحسيمة لقاء بين مجموعة من الفاعلين من جمعيات المجتمع المدني وكذا العديد من الشباب المنخرطين بأندية مؤسسات الشباب بالإقليم. برنامج أحدث من أجل التواصل والاستماع لاقتراحات الشباب بهدف تطوير مجموعة من البرامج التي تخلقها الوزارة من أجلهم. احنا اليوم كنتواجدوا في اطار لقاءات التشاوريه الاقليميه مع جمعيات المجتمع المدني والانديه المنخرطه بمؤسسه الشباب. هذا البرنامج هذا دارته الوزاره من اجل انها تواصل مع جمعيات المجتمع المدني بالدرجه الاولى والانديه، ونستمعوا لهم ونسمعوا منهم الاقتراحات ديالهم الانجاح وتطوير مجموعه من البرامج اللي كتسطرها الوزاره. ومن بين ابرز هذه البرامج هذا تحدثنا على جواز الشباب، على العرض الوطني اللي تنشط مؤسسه الشباب، وكذلك مجموعه من البرامج اللي هي تعتبر برامج وطنيه. كان تفاعل جيد من طرف الجمعيات واطر الانديه وكذا الشباب. المقترحات كانت قيمه، خلصنا وخرجنا بمجموعه من التوصيات ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نرفعوها للجهات المسؤوله للقطاع الوصي على اساس انها تدرج في البرامج الوطنيه ويتم التنزيل ديالها ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للفرص، تشجيع الشباب على الانخراط في الانشطه الثقافيه والرياضيه والاجتماعيه. ثانيا إمكانية استفادة جميع الأندية والجمعيات التي وقعت اتفاقية الشراكة مع مؤسسات الشباب. نهار حضرت داكي الحسيمة المشاورات الجهوية والإقليمية بمؤسسة الشباب. حضرت تكيدنا مجموعة الجمعيات من جايناثا باش الجمعيات قدمت الآراء نسن المخططات نسن بعض الآراء حول مجموعة من البرامج ديال الوزارة الشباب، الوزارة خاصة قطاع الشباب. المقترحات باش نطور الأنشطة اللي كتستهدف الشباب خصوصا في المنطقة الإقليم الحسيمة. مجموعة من الأشياء أفضلها هي المعرفة، نتواصل ذاكي وذان من مختلف الجمعيات، تعارف، كذلك المناقشة مجموعة من النقاط. هذا ما كان، وكذلك نكتسل الأفكار كذلك مجموعة من الحوايج اللي نسين شي قبر توفرت عند الوزارة الشباب. نزمع نكسندوش زير وقتنا. اللي ما يخليوناش نوقفوا هذه العمليه ونفعلوها وننزلوها على ارض الواقع بشكل ايجابي. إذن هو برنامج مهم أحدثته وزارة الشباب والثقافة والتواصل بهدف تسليط الضوء على احتياجات الشباب والأخذ بمقترحاتهم لإدراجها ضمن البرامج الرسمية التي تسهر الوزارة على تقديمها في إطار مرافقة الشباب وتسهيل ولوجهم للعديد من الخدمات والمرافق، علما منها بالدور الكبير الذي تلعبه هذه الشريحة من المجتمع في تنمية وازدهار الوطن. من الحسيمة لكم تحيات بعثة مابيل انتر تيفي، علي الخصيم. نفس مثلا يكون نفس التكوين، نفس الجمعيات، ولكن يكون تكوين ثاني وعاوتاني في درجه ثانيه وكذا باش تكون هذا في الاستجابه. انا حسب التجربه ديالي كانت استجابه.